صحي الصباح فتح يا عليم، والجيب ما فيهش ولا مليم، بس المزاج رايق وسليم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده في فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم قوي. قبل ما نبدا الفيديو حابه ارحب بكل اخواتي وحبايبي اللي مشرفيني ومنوريني من كل مكان. وجودكم في قناتي شرف ليا وتاج على راسي. وبشكر كل الناس اللي دايما بتشجعني كده بتعليقاتها الحلوه. يا ريت بقى اللي يشوف قناتي لاول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني اشعار بكل جديد بنزله. تعليق حلو كده عشان تشجعوني انزل لكم فيديوهات على طول. وفعلوا الفيديو باللايكات عشان يوصل لاكبر عدد من الناس عشان عيلتي تكبر بيكم. هنبدا بقى الروتين بتاعنا النهارده. اغسل بقى الهدوم. بحب دايما لما باجي اشغل الغساله كده بشغلها بدري، يعني ممكن من الساعه 8، 8 ونص 9 كده. ببدأ يومي بدري على طول كده. عشان طبعا انتوا عارفين يوم الغسيل بيبقى بياخد وقت شوية، غسيل الهدوم بقى وعلى ما تنشره بقى وكده. فأنا دايما ببدأ يومي بدري كده. بصحى بقى لو ورايا أي حاجة في المطبخ بعملها، غسيل مواعين بغسلها. ورايا فطار بقى بجهزه. وبملى بقى الغسالة كده وبغسل حوالين شغل البيت، يعني مثلا هنضف هروق هطبخ هعمل أي حاجة. بشغل الغسالة كده، ما بقعدش جنبها بقى على ما تطلع دور مثلا أو اتنين. لا، أنا بعمل شغل البيت كله حواليها كده. وبعد كده لما أطلع الدور من الهدوم أو أي حاجة بنشره برضو. بحيث ان على ما اخلص بقى غسيل الهدوم يكون خلصت نشير وراها على طول كده يعني. اخلص بقى ما احسش باليوم خالص، لان يوم الغسيل ده طبعا بيبقى جنبه تنظيف الشقه، جنبه اكل بقى في المطبخ. فتحس بقى ان اليوم ده بيبقى مكركب شويه وبياخد معاكي وقت. فطبعا انت بقى لو نظمت وقتك كده مش هتحسي بده كله يعني. هتعملي كل حاجه اول باول كده. انا غسلت كده دور اهو. وهنشره بقى. بمسح بقى المنشر الاول كده عشان مثلا الشارع والعفره والتراب وكده، وبمسح برضو سور البلكونه عشان وانا بنشر كده. اليوم بقى اللي بغسل فيه الهدوم بختار أكلة بقى على الغدا تكون خفيفة شوية أو سريعة. زي مثلا بجيب سمك أشويه. أي حاجات خفيفة كده. بحيث برضو يعني ما تقلش على نفسي في اليوم ده فيبقى متعب عليا أو تعب وإجهاد عليا كده. لأن اليوم اللي بغسل فيه بلم بقى الملايات من الأوضة بتاعة الولاد واللي في الأوضة التانية برضو. وبلم بقى مثلا لو فيه خداديات تكوات أي حاجات من دي بغسلها كده. فببقى اختار بقى اكله خفيفه كده بحيث ما يبقاش اليوم تقيل عليا كده برضو. فانت طبعا عشان تقسمي وقتك ودايما تحسي بان عندك نشاط وحيويه كده. تظبطي الروتين بتاعك تخلي فيه حاجات مثلا يوميه وفي حاجات روتين اسبوعي برضو. اليوم مثلا ان انت هتنوي بقى تنضفي الشقه. وهياخد معاك وقت في اليوم ده. اعملي اكله خفيفه، يعني اي حاجه خفيفه كده على الغدا، اي حاجه سريعه. بحيث ما تقلش على نفسك في اليوم ده فتستتقلي بقى شغل البيت. و... وتيجي بقى يعني إيه دايما تحسي بقى بالكسل او كل ما بتجيلك طاقة كده ان انت تنضفي. عشان انت دايما مش مظبطة وقتك. او بتعملي مثلا كل حاجة في يوم واحد تحسي ان كل حاجة تقيلة عليكي كده. فبتكسلي تاني ان انت تعملي. هنشر برضو دول اهو. الغسالة بقى على ما غسلت وطلعت بقى الهدوم دي. كنت جهزت بقى الفطار وفطرنا وغسلت بقى المواعين وشطبت بقى المطبخ كده ومسحت برضو البوتاجاز. عشان دايما بمسح البوتاجاز بعد كل استعمال. حتى لو حاجات بسيطة كده عملتها عليه، قلي او تحمير او اي حاجة، بمسح على طول اول باول عشان برضو ما ياخدش معايا وقت وما يكونش دهون يعني وكده. وبعد ما خلصت بقى ده كله نزلت بقى جبت سمك بوري هشويه برضو معاكم. هكمل بقى غسيل الهدوم كده وهنشرها وهبدأ بقى ان انا اجهز عشان شوي السمك وكده. معايا بقى هنا السمك اهو. جبت بقى سمك بوري شايفين. كان فيه احجام بقى كبيرة طبعا، حجم كبير ووسط وكده. انا جبت بقى الحجم ده. هشويه عندي بقى هنا في البلكونة. انا حاطة بقى الفرن بتاعي في البلكونة وكده بشغله. ده شكل السمك اهو وحجمه. بغسله بقى الاول كده قبل ما اشويه. سواء هتشوي بره او هتشوي عندك في البيت لازم تغسليه كويس جدا. عشان بيبقى فيه رملة وتراب وحاجات كتير كده لازم يتغسل كويس قوي. بفتح بقى الخياشيم تحت المية كده شايفين. عشان تنزل بقى الرملة واي حاجة فيه. بفتح برضو الراس من قدام. وكمان بيبقى عليه قشرة سايبة كده.
يعني بحطها برضو تحت المية كده، ما بشيلش بقى القشرة اللي عليه، بس القشرة اللي بتبقى سايبة اصلا منه بتقع لوحدها كده تحت المية. شايفين انا بغسله بقى كويس اهو. لازم تغسلي السمك كويس جدا لو هتشويه بره، عشان طبعا انت لو راح تشويه بره محدش هيغسله، وحتى لو اتغسل مش هيبقى يعني هيغسلوه بنفس الطريقة اللي انت هتغسليه بيها بنظافة بقى وكده. هوريكم برضو الرملة والحاجات اللي بتنزل منه عشان تعرفوا بيبقى السمك فيه حاجات كتير قد ايه، يعني محتاج غسيل كويس جدا. وجهزت برضو الرز وولعت عليه. اول ما بتشرب المية بتاعته كده وهد عليه البوتاجاز ببدأ ان انا اغسل السمك عشان اشويه، لان دايما بنحب ناكل السمك سخن، والرز برضو يكون سخن كده. شايفين بقى الحاجات اللي نازله منه قد ايه. هغسل برضو الحوض على طول كده بعد السمك، عشان ما يسيبش بقى ريحه في المطبخ والمكان وكده، عشان يفضل كل حاجه حوالينا كده نضيفه، والحوض برضو يكون نضيف كده، عشان اكتر يعني اكتر وقت بنقضيه دايما في المطبخ، غسيل مواعين بقى واكل وتنظيف وحاجات من دي. انا بقى مش هعمله بقى بخلطه ميه وحاجات من دي. انا جهزت بس خلطه كده ملح، وحطيت عليها كمون وفلفل اسمر وكزبره مطحونه وتوابل سمك والملح، وقلبت بقى كله مع بعضه. وجهزت برضو خلطه كزبره وبقدونس الورق الاخضر كده وقطعته. وجهزت برضو ليمون، عشان كل الحاجات دي هنحطها على السمك كده. في ناس بتملحه وفي ناس بترش عليه، انا برش عليه بس الخلطه اللي هي الملح بالدقه بتاعتها. هاخد بقى السمك واروح كده على الفرن بقى. معانا بقى السمك والدقه، ومعانا بقى الليمون اهو. وجبت بقى صينيه ألمونيا كده، اول ما بطلع السمك بحطه فيها. وجبت الكيس ده بقطعه كده احطه على وش السمك بحيث ان هو يعرق ويشرب بقى من الدقه اللي انا حطيتها عليه. معايا هنا ده سبرتو، ومعايا بقى السيخ ده. بولع بقى النار بيه كده عشان اولع الفرن من فوق وتحت. لازم السمك يدخل الفرن كده على نار حامية خالص، يعني الصاجة تكون حامية جدا، ما تكونش باردة ولا اي حاجة، لان لو انت دخلت السمك على الصاجة وهي باردة كده بيلزق وبيتهري معاك. فلازم نحمل الفرن كويس جدا. انا بولعه بقى من تحت اهو، وبسيبه بقى لغاية ما يحمي كده، يعني لمدة ربع ساعة، لغاية ما الصاجة بتاعت الفرن تسخن قوي. وبولع برضو من فوق وبعلق عليه النار كده. السيخ ده حلو جدا، بيسهل عليا وانا بولع الفرن كده من تحت برضو ومن فوق. معايا بقى هنا الردة بتشتريها من عند بتوع الأعلاف، بتطلع من القمح أو الدقيق. بغلف بقى السمك من فوق وتحت كده بالردة. شايفين لازم يتغلف من فوق وتحت كده بالردة قبل ما تدخليه الفرن. يعني دي بتبقى طبقة عازلة كده، بتحافظ على السمك ما يتحرقش بسرعة، أو يتهري منك كده. هرصه بقى على المطرحة دي اهي، وبعد كده بحطه بقى في الفرن. وبحط بقى شوية ردة كده على الصاجة بتاعة الفرن. لو اتحرقوا كده بعرف ان خلاص كده الصاجة حميت قوي. احط بقى السمك اهو. التفاصيل دي كلها انا بقولها عشان الناس بقى اللي عندها فرن مثلا زي ده وما شغلتوش لسه قبل كده، او ما بتعرفش مثلا تشغله، او ما بتعرفش تشوي السمك، او الناس بقى المبتدئين العرايس اللي متجوزة جديد. فدي كلها حاجات يعني ايه، حاجات بسيطة كده، بس لازم ان انا اقولها يعني. اول ما السمك يحمر من فوق او من تحت بقلبه كده، لان انا عندي الشعله اللي تحت ضعيفه شويه فبيحمر من فوق، فاول ما بيحمر من فوق بقوم قلباه للجنب التاني. بيبقى على نار عاليه الاول كده اهو، عشان يتشمع الاول، عشان الطبقه اللي بره بتاعه السمك ما تتهريش. واول ما بياخد بقى لون من فوق وتحت وتحس ان هو استوى، بطفي عليه النار وبسيبه يعني لمده 5 دقايق كده في الفرن كده، بحيث ان هو يستوي شويه. بحط بقى شوية ملح كده بالدقة في الصينية اهي الأول، وبعد كده بحط بقى من الدقة دي على السمك من فوق، وبقلبه برضو الجنب التاني واحط عليه. شايفين وبحط برضو شوية شبت وكزبرة، وبعصر برضو عليه ليمون اهو من فوق وتحت كده.
لان احنا مش هنحط ميه ولا اي حاجه، يعني هو هيشرب بقى من الدقه دي كلها كده من بعرقه كده. يعني انا هغطي عليه بالكيس بحيث ان هو يعرق السمك ويشرب برضو من الدقه دي. بتجيبي بقى كيس نضيف كده وتقصيه وتحطيه على السمك كده، او لو عندك مثلا استرتش راب بتحطيه برضو بحيث يعرق السمك كده. شايفين؟ وبغطي عليه بقى، وبجهز بقى الرز، وبجهز بقى السلطه، واحط بقى الخضره والمخلل والحاجات دي. شايفين بقى؟ عرق خالص اهو، شرب بقى من الدقه بتاعته وخلاص كده اتملح. يا رب الروتين بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في تعليق حلو كده، وارفعوا الفيديو باللايكات عشان يوصل اكبر عدد من الناس، عشان تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.